بيبدأ الفيلم مع لوسي اللي واخدة نحس العلاقات كله خصوصي، وهي قاعدة بتندب حظها مع أصحابها نادين وأماندا، وبتحكي لهم عن حبيبها اللي سابها وغدر بيها وقال لها انت بنت حلال وتستاهلي حد أحسن مني لأني لو كملت معاكي هظلمك. وأصحابها بيفضلوا يقولوا لها عادي يا حبيبتي ولا يهمك، بكرة هنجيب لك سيدو. وبيعدي حوالي 8 سنين من يومها، وبنعرف إن لوسي كبرت واتخرجت واشتغلت في متحف إيفا وولف، ومرتبطة دلوقتي بماكس، وبتقول لأصحابها إن ماكس ده العوض، لا مش العوض ده، هو عم عوض نفسه يعني، ويبقى حب عمرها اللي بتدور عليه بقالها سنين. وأماندا بتقول لها يا اختي الرجالة كلها متعبة نفسيا وبتجيب حساسية، ما انت شايفة اهو أنا مرتبطة بجيف بس علشان مش بيتكلم، صح يا جيف يا حبيبي؟ فبيشاور كده اللي هو فكك مني. المهم بيعدي من وقتها 12 ساعة، وبنشوف لوسي وهي ماشية في الشارع حزينة وبتلملم جراحها وعمالة تعيط، وبتركب عربية أوبر اللي طلباها، وبتقول له ابدأ الرحلة يا عم عشان أنا حزينة. فبيقول لها الشخص اللي راكب واضح كده إن في غلط، أنا مش أوبر حضرتك دي عربيتي. فبتقول له أنت هتقعد تحكي لي قصة حياتك؟ وبتبص في الأبليكيشن وبتقول له اتحرك يا أدولفو. فبيقول لها يا ستي أنا لو أدولفو هقول هنكر ليه يعني؟ طب على فكرة بقى أنا اسمي نيك. فبتقول له بقول لك ايه، انا قضيت يوم وحش ومش عايزه اسمع حكاوي كتير. فبيضطر يخلص من زنها وبيطوعها وبيتحرك بالعربيه على العنوان اللي قالت له عليه. وفي الطريق بتقول له لوسي انت عارف يا ادولفو انت مش غريب يعني، انا كنت بحب ماكس قوي وكنا في المعرض النهارده ومبسوطين لحد ما جت ايفا صاحبه المعرض وقالت لي انك هتطلعي تقولي الكلمه الافتتاحيه وتقدمي ماكس علشان ماكس يطلع ويقول الخطاب بتاعه يعني، وانا يا اخويا بتكسف وما بعرفش اتكلم قدام الناس. ففضلت بقى اشرب شويبس اناناس لحد ما بقيت مش شايفه وشكلي محتاس. وجت البت البوتاجاز صاحبتي وقالت لي الحقي ماكس واقف مع ايميليا الاكس بتاعته واللي شغاله دكتوره في باريس ولسه راجعه. فانا بقى لما شفت المنظر ده وان هم واقفين مع بعض اتوترت كده وطلعت عكيت الدنيا في المايك ووقعت والناس فضلت تضحك عليا. وجي ماكس وقال لي بس ايفا مبسوطه منك قوي وبتقولك ما تجيش تاني بعد اللي انت عملتيه ده، وكمان انا عايزه اقولك ان انا رجعت لايميليا لان انا راجل كبير يا بنتي وعندي 35 سنه قد الدنيا وانت لسه صغيره واهتماماتنا غير بعض. فنيك بيقول لها يا سلام اما قصه عبره بصحيح، بس انا مش فاهم انت بتحكي لي كل الكلام ده ليه. بصي عموما احنا وصلنا. وفي الوقت ده بيجي تليفون للوسي من ادولفو الحقيقي بقى اللي هو بتاع اوبر يعني، او اخيرا بتفهم انها ركبت مع واحد تاني بس مش بتعتذر له، لا دي بتقول له انت خاطفني ولا ايه؟ فبيقول لها يا ستي والله ما اعرفك بس انت صعبتي عليا وقلت اوصلك عادي يعني. وبعدها بتنزل وبتطلع الشقه اللي عايشه فيها مع نادين واماندا اصحابها وبتقول لهم انا فركشت يا بنات، واصحابها بيفضلوا يهونوا عليها وبيقولوا لها فكك يا لوسي يعني هي اول مره يا اختي، وبيقولوا لها انت لازم تفوقي لنفسك شويه بقى، وبعدين ايه مقلب الزباله اللي انت عايشه فيه ده؟ انت سايبه ذكرى من كل ارتباط ارتبطتيه قبل كده زي ما تكوني عامله اوضتك البوم صور. وهي بتقول لهم انها بتحب تحتفظ بالذكريات البائسه بتاعتها عشان تفتكر العلاقات المنيله اللي دخلتها قبل كده، وانها كل مره بتبقى بومه ومفيش علاقه بتدخلها بتكمل، لحد ما اصحابها بيقنعوها انها لازم تلم الحاجات دي كلها وتتخلص منها. وفعلا بتعمل كده وبتاخد كل الحاجات في شنطه وبتنزل على محل علشان تبيعهم، لكن محدش بيرضى يشتري حاجه منها طبعا يعني. وفي الوقت ده بنشوف نيك وصديقه ماركوس وهم قاعدين في مطعم وبيشربوا، وبالصدفه البحته الغير مقصوده بالمره بتكون لوسي معديه من قدام المطعم ده، وبالصدفه البحته الثانيه بيكون ماكس وايميليا داخلين نفس المطعم، يعني زي ما يكون مفيش مطعم غيره في البلد يعني. المهم بتفضل تقول لنفسها يا راجل يا واطي يا دون والله لا تربى الليل على دماغك، وبتدخل وراه المطعم، لكن مديره المطعم بتقابلها وبتقول لها مفيش زباله هنا يا انسه لو سمحتي اطلعي بره. فبتقول لها زباله ايه حضرتك انا جايه اقابل صديق ليا هنا. فبتقول لها صديق ايه بس وانتي ماسكه كيس زباله في ايدك؟ واكيد هتسالي عن الكنزات الفاضيه واي حاجه كرتون وتقولي لي باكل بيهم عيش. وبتفضل مديره المطعم تتخانق معاها، ولوسي بتكون عايزه تجري وتهجم على ماكس لحد ما بيشوفها نيك وبينادي عليها وبيقول لها انا عارفك، وبياخدها وبيطلع بره. فبتقول له في ايه، هو انت كل شويه تنط لي في اي حته، انت بتراقبني ولا ايه؟ فبيقول لها على فكره انت اللي اقتحمتي المطعم وانا كنت قاعد جوه من الاول يعني. وهي بتقول له انها كانت داخله تنكد على ماكس الواطي اللي سابها علشان واحده جايه من باريس ومكسره كل المقاييس. واثناء ما هم بيتكلموا بتيجي واحده فيمينيست وبتقول للوسي هو ضربك ولا حاجه؟ فبتقول لها لوسي لا يا حاجه لا ضربني ولا نيله. فبتقول لها الست انا عارفه اننا في مجتمع ذكوري متعفن وانت انثى واكيد بتواجهي صعوبات في التاقلم مع المجتمع العنصري الطبقي منزوع الشكيمه اللانهائيه في الضلالات الكونيه. وبتقوم تجري ورا نيك وبتضربه، ولوسي بتفضل تجري ورا نيك وبتعتذر له عن الموقف السخيف اللي حصل ده. بعدها
يروحوا مع بعض على مكان بتاع نيك، ولوسي بتقول له انها جايه معاه علشان تحط له تلج على الضربه علشان التلج هيبقى ساقع على ايده، يعني اهو اي تمحيك وخلاص. المهم بيقعدوا يشربوا مع بعض وبيقربوا من بعض اكتر، وبيعرفها نيك ان المكان ده هو عايز يعمله فندق صغير على قده ويبدا بيه البيزنس الخاص بتاعه، وهيسمي الفندق ده كلوي. وبيطلعوا الدور اللي فوق وبيقول لها ان الدور ده هو لسه مش عارف هيعمل فيه ايه لان مش معاه فلوس، لكن اكيد هيبقى في المرحله الثانيه. وهنا بتطلع لوسي كرافته بتاعت ماكس وبتقول له ان دي اخر ذكرى متبقيه من ماكس، فبيقول لها نيك علقيها على الحيطه كده وتبقي علقتي الماضي ونسيتيه وتبداي بدايه جديده. وفعلا لوسي بتعمل كده وبتكتب بالقلم على الحيطه معرض اللي قلوبهم مكسوره. وتاني يوم بتصحى لوسي على اصحابها وهم بيقولوا لها ان نيك هنا وعايز يشوفها، فبتتفاجئ وبتقول لهم نيك مين وانتوا عرفتوه منين وايه الاوضه المبهدله دي؟ وبيظهر نيك وبيقول لها انه جاي علشان عايز يوريها حاجه، وعلى طول بتقوم تنزل معاه وبيوريها الحيطه اللي عليها الكرافته، وبيوريها ان في واحد من العمال حط خريطه جنبها وبيقول انه كده بيتخلص من الحاجه اللي كانت بتفكره بحب زمان. فبتتحمس لوسي وبتقول له اننا ممكن نعمل معرض بجد للناس اللي قلبها اتكسر وعايزين يتخلصوا من الحاجات القديمه بتاعتهم. ونيك بيقول لها انها فكره سخيفه ومش هتعجب حد، لكن بيجي ماركس صاحبه وبيقول له انتوا بتتكلموا في ايه؟ ولما بيعرف بيقول له انها فكره تحفه طبعا وهتعجب ناس كتير. وبيقول للوسي انا حبيت دماغك دي والله وانا هساعدك فيها كمان، وخلاص كده احنا هنبدا من بكره. وفعلا بتبدا لوسي تنزل حاجات على الانستجرام وتويتر وهاشتاجات بقى، والناس تعمل حركه الاكسبلور وحاجات من دي. وتاني يوم بتروح علشان تتابع الشغل مع نيك، وبتتفاجئ بواحده اسمها هيلمينا وهي داخله بتسالهم هو ده معرض اللي قلوبهم مكسوره يا جدعان؟ فبتقول لها لوسي يا حبيبتي احنا هنا كلنا المجاريح اللي الاكسات ركبونا المراجيح. فبتقول لها هيلمينا انا عايزه اتخلص من الجبس ده، وبتحكي لها لما كانت رجلها مكسوره من 5 سنين ودخلت مستشفى واتعرفت على واحد وكتب لها على الجبس، وبعد ما فكته بقت محتفظه بيه علشان بيفكرها بقصه حبها اللي كلها هيموكلار وفولتارين دي، ودلوقتي وقت التخلص من الجبس لانه طلع واطي كالعاده. فبتاخد منها لوسي الجبس وبتقول لها عايزين تبرع بقى علشان نقدر نحافظ على الحاجه، وفعلا بتتبرع وبتمشي. والموضوع بيبدا يعجب نيك وبيبداوا هما الاثنين يجمعوا حاجات اكتر من الناس وينزلوا الشارع ويجيبوا حاجات من المجاريح اللي بيقابلوهم. وبيحكي لنا نيك عن جدته اللي كان عندها 90 سنه ولما ماتت لقوا انها عندها فلوس كتير قوي ومحدش كان يعرف بيها، والحسن حظه ان هو الوريث الوحيد ليها، وهي دي الفلوس اللي هيبدا بيها الفندق بتاعه، لكنه لسه محتاج قرض من البنك علشان ينفذ المشروع بالطريقه اللي هو عايزها. وفي يوم بيروحوا هما الاثنين مع بعض على معرض بتاع كتب، وهناك لوسي بتشوف ماكس بالصدفه كده سبحانه، وماكس بيكون بيشتري كتاب وبيمشي، ولوسي بتسمع البياعه بتنادي عليه علشان تقول له انت نسيت الجراب بتاع السماعات بتاعتك، فبتاخدها منها لوسي وبتقول لها انا عارفاه يا حبيبتي وهديها له. وبتخرج لوسي وبتفضل تجري ورا ماكس وتنادي عليه لكنه ما بيردش وبيكون مش سامعها لحد ما بيوصل لايميليا وبيديها الكتاب، ولوسي بتكون شايفاهم بس بتعمل نفسها متفاجئه وبتقول له ايه ده ماكس؟ ايش معقول؟ صدفه غريبه جدا. فبيتخض ماكس وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ لحد ما بيجي نيك وبيقول للوسي انت ايه اللي جابك هنا؟ ده انا بدور عليكي علشان اديكي الكافي بتاعتك. فبيقول لها ماكس مش تعرفينا بالامور؟ فبيقول له نيك انا المساعد بتاع الاستاذه لوسي صاحبه معرض القلوب المكسوره، ها ايه تاني؟ فبيقول لها ماكس ايه ده معرض مره واحده؟ فبتزيط لوسي هي كمان وبتقول له طبعا ده احنا في رعاة كتير جدا مكلمانا، فبيطلب منهم العنوان علشان يبقى يجي يشوف المعرض ده بيقول ايه. بعدها بيروح نيك ولوسي على معرض بيعمل يافط باللمبات، وبتكون لوسي مبسوطه بيه، وبيقول لها نيك انه هيخلي اليافطه بتاعتهم تتعمل هنا. وبعدها بيروحوا على الفندق مع بعض، وبيكون نيك وماركس رايحين البنك علشان ياخدوا القرض اللي هيساعدهم يكملوا الفندق. وبعد ما بيمشي بتيجي واحده حلوه الحلوات وبتسال لوسي على نيك، ولوسي بتقول لها وانا ايش عرفني يا حبيبتي هو انا الداده بتاعته؟ فبتقول لها حلوه الحلوات انا هعرف اوصل له ازاي؟ ولوسي بتفضل تتريق عليها وبتقول لها ني 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 ني. المهم بنشوف بعد كده عيد ميلاد اماندا صاحبه لوسي، وكل الناس متجمعه في العيد ميلاد اللي معمول حفله تنكريه مرعبه، وبياكلوا وبيرقصوا وبيغنوا بطريقه مهزأه، وماركس بيعرفهم على مراته راندي وبيقضوا الليله كلهم وهم مبسوطين. وبعد الحفله ما بتخلص بتخرج لوسي واماندا ونادين علشان يروحوا البيت مع بعض، وبيتفاجئوا ان ماكس قاعد قدام بيت لوسي وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها، وفعلا بيدخل. وعلى حسب نظريه اكريفي الواد يحبك ويريدك ادلقي على الواد يسيبك وينشف ريقك،
فبيفضل ماكس يقول لها بقى انه ندم وانه حس بقيمتها والجو ده، لحد ما بيجي نيك وبيقول للوسي انا جايب لك التورته دي من عيد الميلاد. ولما بيشوف ماكس بيقول لها هو ده بيعمل ايه هنا دلوقتي؟ فبيقول لها ماكس هو انت ازاي سايبه الصبي بتاعك يكلمني بالطريقه دي؟ فبيقول له نيك لا يا حبيبي انا مش الصبي بتاعها، انا صاحب فندق تحت الانشاء. ولوسي بتقول لهم شباب ما تتخنقوش عليا، يعني الموضوع مش مستاهل، عموما تشكر يا نيك على التورته دي. فبيمشي نيك وهو زعلان، وماكس بيطلب من لوسي انهم يروحوا يشربوا حاجه مع بعض. وهناك بيفضل بقى يقول لها انه عرف قيمتها تاني وانها كانت ماليه حياته، لكن العود الفرنساوي مش مالي حياته قوي، حاسس انها مهويه شويه، وبيطلب منها يتعشوا مع بعض بكره. وتاني يوم بتروح لوسي علشان تقابل نيك في الفندق، وبيبص لها بصت يلا يا بتاعت ماكس، وبتقول له مالك زعلان ليه؟ فبيقول لها ان البنك رفض يديله القرض وهو كده خسر كل حاجه ومش هيقدر يكمل المشروع بتاعه، والفندق هيفضل مجرد حلم. فبتقول له لوسي انهم اكيد هيلاقوا حل للموضوع ده لان المعرض مرتبط بالفندق وكده هما الاتنين هيخسروا. فبيقول لها نيك لا ما انا مش هستحمل ان انا ابقى السبب في فشلي وفشلك انت كمان، وبيطلب منها تلم حاجاتها وتمشي. وبتبدا لوسي تدور على اي معرض تاني او متحف او اي مكان يستضيف الفكره بتاعتها، لحد ما بيقول لها ماكس انه ممكن يقنع ايفا وولف انها ترجعها تشتغل في المعرض بتاعها تاني وتتبنى الفكره بتاعتها كمان. وفعلا بيروحوا هما الاتنين يقابلوا ايفا وبيقدر ماكس يقنعها، ولوسي بتفرح جدا وبتفضل تحتفل. وبنشوفها بعد كده وهي قاعده مع نادين وبتقول لها يا اختي انا مش مرتاحه لماكس وعايزه افركش معاه، بس المره دي انا اللي هفركش. ما هو مش كل مره هبقى انا المهزأه في روايه احدهن. وفعلا تاني يوم بتروح تقابل ماكس وبتقول له هو انت سبت ايميليا ليه؟ فبيقول لها انه كان بيحبها قوي وكانوا عايزين يتجوزوا، لكنها فضلت مستقبلها وشغلها عليه علشان كده سابته وسافرت باريس. فبتقول له يا مهزأ، يعني كده سابك العود وابدا لن يعود علشان كده رجعت لي؟ طب ما عطلكش انا بقى يا بابا. وبتسيبه فعلا. وبنشوف بعد كده نيك وهو رايح يقول للوسي ان في واحد من المستثمرين اداله القرض من غير ما يبقى عارف هو مين، والقرض ده جاله عن طريق البنك. فبتقول له لوسي انها مبسوطه قوي علشانه، وهي كمان بتقول له على خبر ان ايفا وولف وافقت انها تستضيف معرض القلوب المكسوره في المعرض بتاعها، والاتنين بيكونوا فرحانين. ولوسي بتقول له انها عايزه تاخده بكره مشوار معاها. وفعلا تاني يوم بيروحوا هما الاتنين على دار مسنين اللي قاعده فيه مامة لوسي، وبتعرفها على نيك. فمامتها بتقول لها انتوا مرتبطين ولا ايه؟ فبتقول لها لوسي لا ماما في ايه، احنا مجرد فريندز عادي يعني. وامها بتقول لها فريندز ايه يا اختي، هو انت بتعرفيني على اي حد من اصحابك برضو يا بت؟ بعدها بيرجعوا على الفندق بتاع نيك مرة تانية، وبيقول لها ان في مكان سري هو عامله اللي بيحبهم بس، وبياخدها وبيفتح الدولاب وبيكون ده باب سري البار هو عامله بشكل رومانسي. فبتقول له لوسي مكان رومانسي؟ لا ده احنا نشرب شاي بقى. وبيتم احتساء الشاي بنجاح. وبنشوف بعد كده لوسي في يوم وهي رايحه للفندق عند نيك، وبتلاقيه خارج من اوضه ومعاه واحده، ونيك بيقول لها طبعا لو حلفتلك اني كنت بفرجها على المكان مش هتصدقيني. وبتشوف لوسي ان دي تبقى حلوه الحلوات اللي جت سالت عليه قبل كده، والبنت بتعرفها بنفسها ان اسمها كلوي. فبتقول له لوسي علشان كده بقى انت مسمي الفندق بتاعك كلوي. وبتسيبه وبتفضل تعيط. فبيحاول يفهمها ان كلوي كانت حبيبته زمان وانها جايه بس علشان تدعمه لما عرفت انه بيفتح فندق وهو كان بيفرجها على الفندق بجد، لكنها بتتضايق وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيروح نيك علشان يحاول يصالحها، واصحابها اماندا ونادين بيقولوا له ان هي على السطح، بس خلي بالك عشان دي مجنونه وممكن ترميك من على السطح عادي جدا. وبيطلع نيك يصالحها لكنها بتكون لسه قافشه ورافضه التفاهم. وبترجع على الشغل بتاعها وبتقابل ايفا، وايفا بتقول لها عارفه يا بنتي يا لوسي انا عجباني فكره المعرض بتاعك ده، بس الاحسن من انك تحطي الحاجه اللي انت مش عايزه تفتكريها في معرض انك تتخلصي منها خالص زي ما انا عملت كده. شايفه الخاتم ده؟ فلوسي بتفتح العلبه وبتلاقيها فاضيه. فبتقول لها فين يا حاجه الخاتم ده؟ فقالت لها ايوه ما ده قصدي، الخاتم اللي انت مش شايفاه ده كان بيفكرني بذكرى معينه مهببه فرميته. بسيطه جدا. وعلى طول بتقوم لوسي وبتجري على البيت وبتحاول تتخلص من الحاجات القديمه اللي مش عايزاها، لحد ما بيجي يوم افتتاح المعرض بتاعها، واصحابها بيسالوها لو كان نيك جاي المعرض ولا لا، وهي بتقول لهم انه مش فارق معاها وما بقتش تفكر فيه خلاص. ومن الناحيه التانيه بيكون نيك وماركس صاحبه ومراته ريندي في السوبر ماركت، وريندي بتقول لماركس انت لازم تعرف نيك باللي حصل. فبيقول لنيك ان القرض اللي جالك ده كان بفضل لوسي، وده لانها اقنعت ايفا وولف انها تديك الفلوس وتستثمر في الفندق بتاعك، يعني كل اللي انت فيه ده بسبب لوسي. ده غير اننا ما كناش متعودين نشوفك مبسوط كده الا الفتره اللي كنت فيها قريب من لوسي، وكلام من احنا حمان ده يعني. فبيسيبهم نيك وبيجري على المحل بتاع اليفط وبيجيب من هناك يافطه، وبيروح على افتتاح المعرض بتاع لوسي، وهناك بتكون لوسي عماله تدي
خطبة للناس عن ازاي نتخلص من الحاجات اللي بتسبب لينا جرح ومشاكل، وبتقول لهم فكرة المعرض بتاعها جت منين. فبيدخل نيك وبينادي عليها وبيقول لها بحبك، وهي مش بترد، فبيقول لها تاني لحد ما الناس كلها بتفضل تنادي على لوسي وتقول لها ردي عليه ردي عليه. فبتنزل لوسي وبتقول له انا كمان بحبك يا مكنون. فبيقول لها do you love me؟ فبتقول له do you. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموالد بامبي المسخسخ ده، قومي يا بت اركبي في عربية الكرش بتاعك على انه اوبر، والزقي كده في العربية واوعي تنزلي لحد ما يضطر يوصلك. واثناء كده بقى خلاص حفظنا بلا 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 كرع كرع كرع، بس بالصوت الشتوي اهم حاجة. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك.